بمكونين 2 بس هنعمل الجمال ده من غير اي نشويات ولا نقطة دقيق. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاج بياض بيضة هنحطه في الكبة، وهنضيف عليه معلقة صغيرة من الخل، وعليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنخلط كل الكلام ده كويس جدا في الخلاط او في الكبة لحد ما يتحول معانا بالشكل ده لونه ابيض. البياض البيض هيتحول لقوام لونه ابيض وفومي شوية. بعد كده هنضيف عليهم كوباية من الجبنة الموتزاريلا، اهم حاجة تكون طبيعية وتكون لسه خارجة من التلاجة، تكون ساقعة مش سخنة عشان احنا الدنيا دلوقتي حر. هنضربهم تاني كويس جدا في الكبة بالشكل ده. هتلاحظوا ان الجبنة والبيض اتحولوا لعجينة بالشكل ده. شايفين القوام بتاعهم عامل زي العجينة بالظبط. هنبدأ بعد كده نشكلهم. هندهن ايدينا بشوية من الزيت، مسحة من الزيت، ونكورهم لكرات صغيرة بالشكل ده. هنضيفهم في صينية تكون مدهونة، وهتعمل معانا الكمية دي. هندهن الوش بصفار البيضة اللي كان متبقي من البيضة، ونحط كده شوية من السمسم من فوق الوش او حبة البركة، او ممكن تخلوها من غير اي حاجة اللي انتوا عايزينه. بعد ما خلصنا نشغل الفرن لمدة دقيقة لدقيقتين يسخن شوية، وبعد كده ندخلها الفرن لمدة 8 دقايق درجة حرارة 160 مئوية. وبعد كده هنشغل عليها الشواية دقيقتين عشان تاخد وش ولون ذهبي كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اتنفخت وبقت شكلها جميل جدا. ممكن بقى تقدموها مع اي حاجة. انا قدمتها مع صلصة بيتزا. شايفين طرية ازاي وهشة ومفرغة من جوه، بجد تحفة وهتنجح معاكم من اول مرة. طبعا هي طعمها حلو قوي مع صلصة البيتزا. ممكن كمان تقدموها مع اي حاجة تحبوها، ممكن تقدموها مع عسل، تنفع حلو وتنفع حادق. شايفين الشكل مفرغة ازاي من غير بقى خميرة ولا دقيق ولا اي حاجة. انا هنا ضفت عليها عسل وكان طعمها جميل جدا. بس كده تكون الوصفة انتهت معانا، وبألف هنا وشفا.